السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض عيش السرايا بطريقة سهلة وبسيطة. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض المكونات بتاعتنا والطريقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا توست هنا زي ما انتم شايفين اهو، أنا رصيته في الصاج. هدخله بقى أحمصه شوية كده يعني، وبعد كده هنعمل مع بعض الشربات وهقول لكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده أنا معايا حلة فاضية اهي، هحط بقى دي كوباية سكر زي ما انتم شايفين اهو. دي كوباية سكر هسيبها اهي. هعملها كده، ده الشربات بتاعنا. هنجيب كوبايه تانية هنملاها سكر برضو، بس مش هنحطها دلوقتي. احنا هنعمله زي الكراميل كده. الكوبايه التانية معايا دلوقتي اهو، بس لما يحمر شويه السكر. احنا مش هنقلبه كتير طبعا اهو. انا موطيه النار عليه زي ما انتم شايفين اهو، موطيه النار عليه اهو. مش هنقلب فيه طبعا كتير، هسيبه بقى شويه وهجهز بقيه المكونات وارجع لكم. ما شاء الله يا جماعه، بصوا لونه لون اوان. خلي بالكم لاني ما كنتش، انا عليت النار شويه لقيته ايه كان هيتحرق مني، بس الحمد لله لونه حلو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. لونه عامل زي لون التوفي اهو. بسم الله ما شاء الله أهو. طبعا هحط بعد كده كوبايه السكر، بس لما يدي لون اكتر تاني شويه. وبعد كده هنزل عليه بكوبايتين ميه. بعد كده هحط له بقى عصره ليمونه. ده مش كراميل، لا احنا عاملينه نفس يعني اللون الكراميل، انا مكرمنه بس السكر. وبعد كده هنعمله شربات عادي، هنعمله زي شربات الكنافه كده علشان نسقي بيه التوست. طريقه سهله وبسيطه، طريقه عيش السرايا ان شاء الله يعجبكم باذن الله. هديله بقى تقليبتين حلوين وارجع لكم. هنزل بكوبايه السكر التانية اهي زي ما انتم شايفين، وهنزل بقى بالميه. ادي اول كوبايه. طبعا لو عمل معاكي طبعا زي الازاز كده ونشف ما تقلقيش منه. بصي عامل ازاي، تعملي في حاجه ايه بس خلي بالك من لسعته اهي. بينك نشر النار وعذابها، هو هيفك دلوقتي لوحده. نحط بقى الكوبايه وارجع لكم. نعمل الكريمه الكدابه مع بعض ان شاء الله. معايا لبن اهو زي ما انتم شايفين، احطه على البارد اهو. هنقلبه على البارد. كنت مولعه عليه البوتاجاز بس سبته وطيته يعني اهو. هنقلب النشا باللبن كده على البارد لغايه ما يدوب. بعد كده هنزل بقيه اللبن، كوبايتين لبن. عايزه تحطي تزودي اكتر براحتك. انا هعمل اللي هي المهلبيه اللي هي الكريمه الكدابه اهي. طبعا في كريم شانتيه، لو عايزه تحطي كريم شانتيه حطي براحتك، ممكن تحطيه مع المهلبيه برضو يدي طعم اهو. عملت مع بعض السكر اهو اللي هو الشربات زي ما انتم شايفينه اهو. ما شاء الله انا حبيت اوريه لكم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله ده اللون بتاعنا اللي احنا عايزينه. هنقلب بقى المهلبيه مع بعض. زي ما انتم شايفين قلبتها مع بعض اهو اهي. كلكعت مني، حتى لو كلكعت منك اضربيها في الخلاط بعد ما تبرد، هي مش هتكلكع. ممكن تضربيها بالمضرب اللي هو مضرب الكهرباء اللي هو مضرب البيض بالكهرباء. ممكن تضربيها باي حاجه يعني عندك في الخلاط، في كبه، مش هيجرى اي حاجه. هنقلبها مع بعض خالص لغايه ما نشوفها تعمل ايه معانا. بتبتدي تلف اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اهي، شايفينها ما شاء الله اهي. محتاجه طبعا نشا تانية هحط لها اهي. نحط لها بس حبه يعني معلقه سكر بس لان الشربات فيه سكر. دوبت معلقه نشا تاني في ربع كوبايه ميه وحطيتها زي ما انتم شايفين كده. بتيجي تلف اهي ما شاء الله. اول ما هتلف بقى هطفي عليها وحطيت لها معلقه سكر. ما شاء الله انا خلصتها خالص اهو زي ما انتم شايفينها. بصوا تخنت ازاي اهي، ما شاء الله تخنت خالص ازاي اهي.
هسيبها بقى تبرد واغطيها بقى بايه، بكيس بلاستيك كده، كيس تلاجة، علشان ما تعملش قشره فوق الوش. انا خلصتها خالص. انا عايزاها كده برده ما تبقاش تخينه قوي، يعني تبقى ايه، مظبوطه، مش عايزاها تبقى اخف من المهلبيه العاديه. اهي ما شاء الله. عملتها بالمضرب زي ما قلت لك، كلكعت معاكي اضربيها في الخلاط او صفيها، بس طبعا لما تضربيها في الخلاط احلى، وتصفيها هتبقى جميله معاكي قوي ورايقه. خلاص كده انا هطفي عليها اهي. ماشي. هنقول لكم بقى الخطوه الثانيه ان شاء الله. ادي التوست زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله انا خلصته خالص اهو. اهو خلصته خالص وبرد. هنعمل بقى الخطوه الثانيه، هقول لكم برده هنعمل فيها ايه. انا جبت طاجن بايركس اهو، او عندك صينيه اي حاجه اعملي فيها. هنحط هنا زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو انا بعد ما حمصت طبعا زي ما انتم شايفين اهو. اهو هظبطه اهو. هنزل بقى عليه بالشربات بتاعنا. شوفوا نفس اللون اللي انا قلت لكم عليه اهو. على فكره يا جماعه، بعد ما كان عامل زي الازاز فك ما شاء الله لوحده، زي الكريم كراميل كده اما بتيجي تعملي اللي هو صوص الكريم كراميل اهو. هنحط كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا عندك بقى ممكن تعمليه بفينو، عندك توست باي تعملي بيه، فينو باي تعملي بيه اهو. ما شاء الله اهو. طبعا انا اديته تحميصه شويه يعني عشان هو لونه كده زي ما انتم شايفين اهو. احنا بنحط ايه كده كده ايه، بيبتدي هيبوش بقى ما شاء الله. طبعا حطيت في المهلبيه، حطيت معلقه واحده اهي ما شاء الله. هو هياخد معايا برضو اللي هما الكوبايتين سكر وكوبايتين ميه. انا ما حطيتش ليمون ولا حاجه على فكره يا جماعه، انا حطيت له بس معلقه زبده اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. هجيب بقى المهلبيه وهنزل بيها، او الكريمه الكدابه او الكريم شانتيه او الكريمه اللي عندكم. انا قلبت التوست يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، علشان يشرب من الشربات بتاعنا. هنزل بقى اهو بالكريمه. بسم الله. هتشوفوا اللون والفرق بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزلها كلها وارجع لكم اهي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. انا حطيتها الكريمه ما شاء الله اهي. اهي عايزه تزودي كريمه برده تاني زودي. انا لسه هعمل برده كريم شانتيه واحط طبقه عليه من فوق، بس هسيبه بقى يبرد وهدخله التلاجة. هيقعد حوالي 4 ساعات، اللي هو عيش السرايا. هدخله التلاجة يقعد بتاع 4 ساعات علشان يجمد شويه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا الطبقه بتاعته اهو. عايزه اوريكم بس الارضيه اهي ما شاء الله شايفينها اهي ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله اهي. طبعا هحطها بقى اسيبها تبرد لان هي دافيه شويه مطرح الكريمه. هسيبه بس يبرد عشان البايركس طبعا ما يجرالوش حاجه، وبعد كده ادخله في التلاجة يسقع شويه. هنغطيه بقى طبعا بستريتش او ورق فويل علشان ما يعملش طبقه من فوق قشره. زي ما انتم شايفين كده انا غطيته بستريتش اهو اهو. خلاص كده انا غطيته اهو. هعمله بس بحرف سكينه اهو. خلاص كده اهو. هسلكه بس من بقره الاسترتش واوريه لكم اهو. زي ما انتم شايفين انا غطيته باسترتش اهو. هسيبه بقى لما يبرد وبعد كده ادخله التلاجة. لو انت طبعا عايزه تحط مثلا ما تحمصهوش او ما تحمصهوش قوي، او عايزه مثلا تحطي شربات عادي، ممكن لو عندك توست اللي هو الدايت ده اللي هو البني، ممكن تحطي في ارضيه من تحت
وبعد كده تحطي الكريمه وتسقيه، تسقيه بشربات عادي اللي هو الفاتح الابيض ده بتاع الكنافه بتاعنا او البسبوسه. وبعد كده تروح حاطه من فوقيه الكريمه. عندك توست تدخليه الفرن زي ما انا حمصته كده، يعني بتحمصيه طبعا عشان يبقى ليه طعم حلو، ما يبقاش عامل زي الني، يبقى طعمه حلو برده. اهو زي ما انتم شايفين. هخلصه بقى خالص، وبعد ما يطلع من التلاجة هوريه لكم. زي ما انتم شايفين كده انا عملتها اهو زي ما قلت لكم اللي هي الكريمه، حطيتها فوق الوش. وطبعا كان عندي كيس كريم شانتيه اهو زي ده كده اللي هو دريم، انا بستعملش اللي هو ده اهو. عملته كيس زي ما انتم شايفين كده وحطيته في الفريزر. حبيت بس اقول لكم هنزوقها بقى كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اهي. بعد طبعا ما بنحط الكريمه اللي هي الكريمه الكدابه او كريمه الحلويات او كريمه خفق، الحاجه اللي موجوده عندك حطيها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده تحفه بجد. اه هنحط بقى الكريم شانتيه مع بعض كده، وردة كده بسيطه اهي زي ما انتم شايفين. اه ما شاء الله اهي. هكمل هنا برضه اهي ما شاء الله. انا عشان مطلعاها من الفريزر اهي، هكملها بس وارجع لكم. اهو زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده كان عندي صوص، كيس صوص كراميل. قلت برضو ايه اديها تزويقه كده حلوه اهي، تدي برضو شكل وطعم في نفس الوقت. ايه رايكم بقى؟ تحفه ولا لا؟ احلى عيش سرايا عملته معاكم، تحفه بجد. يا رب الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان عندي حبيتين كريز برضو حطيتهم زي ما انتم شايفين كده اهو. وعندي اللي هو الكرز اللي هو المسكر ده اهي، تحفه بجد. ايه رايكم بقى؟ يا رب الفيديو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، حبايبي واخواتي واصحابي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم باذن الله. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه دوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفستق ده يا جماعه انا كنت عاملاه على ايدي في القناه، عندي قناه مطبخ صافي صقر، ممكن تخشوا وتطلعوا الفيديو منه. ده كان سوداني وانا عملته فستق كداب زي ما انتم شايفينه، مدي شكل جميل وطعم وريحه تحفه. ما شاء الله. تزويقه بسيطه وحاجات بسيطه بتعمل لك حاجات ما فيش بعد كده. شوفي بقى بره دي بقى سعرها كام، الحلويات دي بقى سعرها كام دلوقتي؟ كله ضرب دلوقتي طبعا، غير بقى الحاجه اللي انت عاملاها بايديك، النظافه والاهتمام فيها وطبعا جوده جميله وجوده عاليه، يعني حاجه ما فيش بعد كده. يا رب كده الفيديو عجبكم باذن الله. ان عجبكم اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين. يا جماعه ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. نطلع بقى منها خرطه اهي ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ تحفه ولا لا؟ اهي تحفه. احطها بس هنا كده، انزلها وارجع. اهي يا جماعه ما شاء الله طلعت منها خرطه اهي، بس ما شاء الله بصوا التحفه تحفه. الجمال ده تحفه بجد. اهي يا جماعه بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا منظرها اهي، هوريها لكم برضو اهي ما شاء الله اهي، شايفينها اهي. انا عايزه بس اوريكم الايه اهي، بصوا اللون ما شاء الله. ده لون السكر اللي احنا عملنا الكراميل اهو، ده لون السكر الكراميل اللي احنا عملناه، شايفينه؟ بسم الله ما شاء الله اهو، تحفه بجد اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصراحه تحفه، الطعم حكايه يا جماعه والله. بصوا بسم الله ما شاء الله. تحفه بجد.
اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.